ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب خاله، وحشتوني جدا. بقالنا فترة ما عملناش فيديوهات. من آخر فيديو عملناه كان قبل مباراة سيراميكا، وبعد مباراة سيراميكا عملنا فيديو تاني. فالنهارده بقى راجعين لكم، والدنيا كده الدوري شعلب وبقى مولع نار، وبيراميدز والزمالك والاهلي وداخلين على مطوشه ناريه. فعايزين نفوق كده مع بعض، كل واحد يجهز كوبايه الشاي من عشيق الشاي والقهوه، واللي مش بيشرب شاي ولا قهوه يحضر كده بقى مخه معايا ويفوق لي، لان احنا النهارده هنقول كلام حلو قوي. اولا بنبارك لنادي الزمالك، اداؤه الجيد جدا في الجزائر، وعمل ماتش ما شاء الله، ماتش حلو جدا مع شباب بلوزداد. شفنا الشوط الاول ولا اروع ولا اجمل، ضغط عالي، كره جماعيه، ضغطنا فريق شباب بلوزداد في وسط ملعبه، وسط جمهوره اللي كان كبير جدا، وكان عامل جو حلو قوي في الماتش. شفنا كابتن معتمد جمال بيلعب على الاربعه اللي قدام، بالنسبه بنزيرة وناصر منسي وعدي الدباغ وعبد الله السعيد، اللي انا حابب اتكلم عليه، اللي قدم ماتش ما شاء الله، قال لك انه عنده 20 سنه، لاعب ضغط عالي، بساط، شوط من بره ال 18، وده اللي انا كنت بقول عليه. لاعب نص الملعب ده لازم يبقى عنده حلول، واحد ضد واحد، اشوط والتسديدات. وعبد الله السعيد من زمان واحنا عارفين ان عبد الله السعيد ملك التسديدات من بره ال 18، والسرور اللي بيعمله والبساط اللي بيعملها ولا اروع ولا اجمل من كده. غير ان ناصر منسي، طبعا احنا كنا شايفين الرقابه اللي كانت على ناصر منسي، حب يعمل كده خداع مع الكره اللي جاب بيها الجون بنزيرة، عمل له كعب اسيست، خلاه رايح واحد ضد واحد قدام الجون على طول. وشفنا طبعا التصرف، كان عندنا مشكله مع بنزيرة في انهاء الهجمه. بنزيرة كان بيوصل وكان بيعدي واحد ضد واحد، وكان بيروح بهجمات خطره جدا في منتشر كتير للزمالك، بس كان عنده حته الانهاء. الفرصه دي كانت بتبقى لا اما يشوط ضعيفه، لا اما يطلعها بره الثلاث خشبات. لا، المره دي فنش تفنيش حلو جدا، حط الكره ارضيه من بين رجل حارس المرمى، جاء جون ولا اروع. وفي توقيت ايه؟ توقيت ان انت كان نازل شباب بلوزداد ضغطك، عايز يبادر بالاهداف. الكره اللي هي خبطت في العارضه طبعا، اللي كان رافعها اللاعب من ناحيه اليمين، كان عامل كوره وعدت من مهدي سليمان وخبطت في العارضه. يا دوبك انا قلت يا رب يعدي الثلاث دقائق دول، لان كان الفريق ده بدا يضغط جامد على الزمالك، فالزمالك رد على طول بالهدف اللي احرزه بنزيرة، قلب الموضوع على طول. انا بالنسبه لي بحب ان المطوشه اللي بره دي بالذات، انا حتى لو اتعادلت 1-1 او اتغلبت 2-1 لازم احرز جول. يعني ما تغلبش 2-0، ما تغلبش 1-0، لا، انا بلعب بره ارضي يبقى لازم اجيب جون. الجون ده بيفرق معايا معنويا وبيفرق معايا في مباراه العوده. ليه؟ بيبقى انا خلاص انا حطيت جون هناك بره، فانا ارتحت نفسيا، ارتحت معنويا، اجي هنا في ارضي في وسط جمهوري العب بقى براحتي، العب بتركيز، مش نازل مضغوط. لا بالعكس، ده الفريق الثاني بيبقى نازل مضغوط، نازل عايز مستعجل ان هو يحط جون زي ما انت حطيت جون هناك. فبلعب باعصاب هاديه. الماتش اللي هنا ده عايز اعصاب هاديه، نلعب بتركيز، الزمالك يقدر يلعب يحافظ ان هو ما يخشش فيه جون، لان لو شباب بلوزداد خطف جون على الزمالك يوم الجمعه الماتش ولع. ليه؟ خلاص بقى 1-1، يعني انت جبت احرزت فيه جون، انا احرزت عندك هنا جون، يبقى احنا نلعب ان احنا ان شاء الله نبادر ان احنا نجيب جون، ما نلعبش على 0-0. ليه؟ ما ابداش انزل العب على التعادل السلبي، لا بالعكس، ده انا انزل والعب كوره حلوه مع التامين الدفاعي، امسك نص الملعب كويس جدا، اعمل باصات كتير عشان اخد الثقه واهدي الفريق اللي قدامي، وابدا باحراز الهدف. احرزت هدف يبقى انا كده يا باشا بقتل معنوياتهم، وبلعب بقى على حته ايه؟ ان انا اجيب الثاني، حتى لا قدر الله لو شباب بلوزداد جاب جون يبقى لا، يبقى كده 2-1 برضه الزمالك صاعد. انا كاهلاوي انا احب ان الزمالك يلعب في الكونفدراليه ويكمل ويحرز البطوله، ده كروح رياضيه كراجل مصري بحب فريق مصري يكمل وياخد البطوله. مش هقول بقى لا انا عايزه يطلع، لا، اصل كده الاهلي ما بينافسش في الكونفدراليه. لو بينافس طبعا احب ان الاهلي يلعب في الكونفدراليه ويلعب نهائي هو والزمالك، لكن احنا دلوقتي بنقول هو الفريق الوحيد في مصر اللي بيمثل مصر، فاحنا بنتمنى له التوفيق، نتمنى له انه يحرز البطوله، بس نركز في اعصابنا، نهدى، نلعب بتركيز عالي، ما نضغطش نفسيا، معانا جمهورنا يملى الاستاد، ونلعب بالراحه، لان الفريق الجزائري جاي مش باكي على حاجه، جاي عايز يهاجمك وعايز يجيب جول. طبعا احنا ابتدينا من اول الحلقات اللي كنت بعملها، وان احنا عاملين صفحه الكوره مع خاله على اليوتيوب، بنقول احنا روحنا رياضيه. انا راجل اهلاوي، بس مفيش فرق ان انا بشوف حد بيلعب كوره حلوه بقول فلان بيلعب كوره حلوه، بس انتمائي وقلبي وروحي وعقلي مع النادي الاهلي. عشان بس الناس اللي بتقعد تقول انت راجل اهلاوي، طب لا، بتكلم الحق حق، بقول نادي الزمالك فريق كويس، بيراميدز بيلعب كوره حلوه، بيلعب كوره حلوه،
الحلو بنقول عليه حلو والوحش بنقول عليه وحش. طبعا شفنا احنا خلصنا كده من نادي الزمالك، نتمنى له التوفيق ان شاء الله يوم الجمعه، وان شاء الله نعمل فيديو ان شاء الله قبل يوم الجمعه، نقدر بكره نقول لك بقى القايمه مين، ونقدر نشوف الزمالك يلعب ازاي، اللي هي يعني ليله الامتحان زي ما بيقولوا. دلوقتي النادي الاهلي لعب ماتش مع فريق سموحه. طبعا انا كنت قبل الماتش الناس كانت بتقول لك ده سموحه وما بيتنافسش وهيبقى ماتش سهل وان شاء الله نحرز 3 نقط. انا بالعكس، انا كنت شايف ان سموحه فريق نازل مش مضغوط، ما بيبكيش على حاجه، فريق ولا بينافس ان هو يهبط، يعني يهرب من صراع الهبوط او ان هو ياخد مركز متقدم، لا بالعكس هو بيلعب في وسط الجدول السبعه الكبار. فنازل مش باكي. الاهلي هو طبعا نازل مضغوط، عايز يجيب جون، عايز التعادل. بيراميدز مع المصري خلى النادي الاهلي نازل لازم اكسب الماتش ده، عشان الماتش ده هيفرق معايا ان انا بيراميدز وقع مع المصري ويتعادل مع الزمالك، يبقى انا ليا اعيد تاني المنافسه على الدوري والدوري ما يروحش مني. فطبعا كنت شايف ان النادي الاهلي نزل بتشكيل لعب طبعا بمصطفى شوبير، لان الكابتن محمد الشناوي موقوف 4 مباريات، مع ان انا كنت شايف ان الكابتن محمد الشناوي لو ما كانش موقوف كان لازم يلعب، لان محمد الشناوي عنده ثبات انفعالي قائد في الملعب. مصطفى شوبير من بعد الجون اللي احرز فيه في ماتش سيراميكا وهو برده تحس ان برده في سنس كده، يعني تحس ان هو مرتبك. طبعا ضغط الجمهور وان الناس مش دي مطوشه ناريه وخلاص، هي دي مطوشه الدوري اللي هيقع مش هيقوم تاني، فتحس ان هو مضغوط شويه. فبرضه نتمنى له ان هو يثبت ويركز تاني. مصطفى حارس كويس، حارس كان ماشي كويس جدا وبنتمنى له الدعم، بس كان الكابتن محمد شناوي يبقى عنده ثبات اكتر. ناحيه اليمين بيلعب الكابتن محمد هاني، اللي طبعا انا شايف اصابه ايده دي، ايده مكسوره. هل هو يعني المدير الفني مفيش الا هو باك يمين في مصر كلها او في النادي الاهلي هيلعب ما تنزل يا عم احمد عيد، نشوف احمد عيد شويه ونريح محمد هاني حتى نخليه بديل، عشان خاطر ايده الراجل مش عارف يقع على ايده، يعني ما بيجي يقع بيبقى خايف على ايده اكتر للاصابه تتراكم اكتر او تتفاقم وتبقى اصابه كبيره. ناحيه الشمال يوسف بالعمري اللي عليه علامات استفهام كتير جدا بقاله 3 ماتشات، شايفه مستواه بيقل مش بيزيد. بالعمري كان بادئ كويس قوي، كنا بندعمه وبنقول للراجل ما يقعدش وما يقعدش دكه والراجل يلعب اساسي، لا بقاله فتره قاعد بيلعب. تحس ان كل الكرات اللي بيرفعها العرضيه ارضي ارضي. يا عم ترفع شويه عادي، يعني انت دلوقتي ماشي بتموه ما بين المدافعين، خلاص هو المدافع دلوقتي بيتفرج على الماتش اللي قبليك بيحفظك، انت بتلعب كل كره تعدي تروح لعيبه ارضيه، لا ارفع بقى الكره عالي شويه، حسسني ان في تجديد او في جديد. هل انت شايف ان انت عشان ما بقالكش فيه منافس على الدكه بره فمستواك بدا ثابت خلاص ما بقتش تنافس مع حد؟ طبعا احنا عارفين ان محمد شكري بعيد عنده اصابه، احمد نبيل كوكا عنده اصابه، فطبعا ما هو الوحيد اللي بيلعب ناحيه الشمال، مفيش حد تاني، فاصبح ان انت ميت لا اصحى شويه يا يوسف بن عمري افوق، لان الماتش اللي جاي ما فيهاش هزار. طبعا بنلعب في وسط الملعب، بيلعب مروان عطيه وبيلعب جنبيه امام عاشور، وقدامهم زيزو. ناحيه اليمين حسين الشحات، ناحيه الشمال تريزيجيه، ومهاجم اللي كنت بطلب بيه وبدعمه لحد دلوقتي وبقول محمد شريف. محمد شريف يا جماعه الناس عماله تنزل تريقه وكان عايز يعمل دبل كيك وجت في وشه، هو في ايه يا عم؟ هو مفيش، لا مفيش حاجه لازم كل حاجه نقعد نتريق عليها لا. محمد شريف راجل بقاله كتير ما بيلعبش، بقاله داخل في ال 10 12 ماتش بره القايمه شويه، بره بديل شويه، ما بيتمرنش شويه، اصابه شويه، الراجل بيجيب مستواه والراجل بيجري وبيحاول وعادي، يعني ندعمه ونقول له هايل واللي جاي احسن. الناس بقى ما تقول لك خبطت في وشه ده كل كره ياخدها، لا نهدى شويه يا جماعه بالله عليكم، لان محمد شريف فرود ياما فرح النادي الاهلي وياما لعب وياما جاب اجوان وياما خلص مطوشه، فندعم محمد شريف، راجل مهاجم كويس، راجل بيحب النادي الاهلي. نهدى شويه ونستنى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم واللي جاي احسن. بيلعب بمهاجم صريح محمد شريف. طبعا شفنا الماتش، طبعا نزلنا الشوط الاول ضغطنا، الاهلي كان مستعجل ان هو يجيب جون، احرز الجون تريزيجيه، بدانا نرجع تاني من ساعه ما جبنا الجون وانا شايف سموحه بدات ليه كور خطيره، شوط من بره ال 18، عرضيات، ركنيات. انا كنت قاعد شايف ان النادي الاهلي رتمه هدي. طب انت هديت ليه؟ احنا بالعكس احنا قلنا كذا مره نجيب جون لازم ما نهداش الا لما نجيب الثاني ونجيب الثالث عشان نامن نفسنا. دلوقتي خلاص بقت مطوشه نهائيه، ما فيهاش بقى ان انا اطلع بنقطتين واطلع بتعادل، لا اخسر نقطه، لا اخلص على طول. وقد كان الشوط الاول قبل ما ينتهي طبعا صامويل امادي راح عامل كوره زي بتاعت شيكابالا، جوب 1-1. طبعا تعادل جه في التوقيت لنادي سموحه، توقيت عصيب جدا، يعني خلاص قبل الشوط ما ينتهي التعادل حصل. طبعا نزلنا الشوط الثاني، نادي سموحه بيلعب يعملوا حيط ورا، 11 لاعب يلعبوا ورا. طبعا مع عدم الحلول اللي معانا زي ما بنقول، المدير الفني واقف بره مش عارف يعمل ايه.
امام عاشور بعيد عن مستواه. زيزو نفسيا تحس ان هو مضغوط. طبعا محمد شريف الناس بقى طبعا راجل بقاله كتير بالذات مركز المهاجم ده بيبقى عايز حساسيه متوشه كتير، لان ده بيبقى رجلك في الملعب كتير قوي، فطبعا هو بعيد بقاله فتره. ما انا كنت عذره بصراحه. طبعا نزلنا بمروان عثمان، نزلنا بمحمد علي بن رمضان، اللي هو انا بشوف ان محمد علي بن رمضان بصراحه لازم يبقى موجود في الملعب الفتره الجايه دي. لاعب كويس، لاعب تقيل، لاعب عنده حلول، لاعب واحد ضد واحد كويس، بيلعب بالراس كويس، بيشوط كويس. طبعا نزل عمل فريق شويه مع نجم طاهر محمد طاهر، اللي احنا بنقول والله انا بدعم طاهر. لاعب مجتهد، لاعب كويس، لاعب حتى عنده مجهود. بشوف ان هو بيعمل كل اللي عنده في الملعب، بيجري، بيضغط، بيلعب، بيرجع يغطي، بيلعب لقدام. مع اشرف بن شرقي نزلنا عملنا ضغط جامد طبعا، بس ضغط بدون فعاليه. بشوف النادي الاهلي بياخد الكوره شمال يمين نص الملعب، ارجع لمصطفى شوبير، شمال يمين ارجع نص الملعب، ارجع لمصطفى شوبير. مفيش حاجه تحس ان في حاجه جايه. يعني ما ضيعناش كتير مع سموحه، لولا ستر ربنا والجون اللي جابه طاهر محمد طاهر وربنا كرمنا وجبناه، كان الماتش ضاع، كان الدوري راح، وكنا طلعنا من مولد بلا حمص زي ما بيقولوا. بس ربنا رايد ان ما زعلش الجمهور الجميل، جمهور النادي الاهلي اللي دعم الفريق ال 90 دقيقه واداهم دعم قوي جدا، مع دعواتنا ان احنا نجيب الجون ده عشان نرتب امورنا. معانا 15 يوم لسه ساعه الماتش قبل ما ينتهي، كان 15 يوم وهنقابل فريق بيراميدز اللي هيقابل الزمالك يوم الخميس الجاي، مش بكره، اللي هو اللي بعده يوم 23. ماتش هيتحدد بنسبه كبيره الدوري هيبقى شكله عامل ازاي. نتمنى من الله ان اداره النادي الاهلي تبعد فريق الكوره عن مشكله التحكيم ومشكله الاداره مع اتحاد الكوره، لان انا مش عايز الفريق يخش في المخاطرات دي. نبدا نبعد الفريق. شوفوا انتوا حقوق النادي الاهلي كمجلس اداره مع اتحاد الكوره، وخلينا احنا مركزين ازاي نعدل من نفسنا، ازاي نجهز اوراقنا، ازاي نبدا نعدل اسلوبنا. نتفرج على ماتش بيراميدز والزمالك كويس جدا ونشوف نقاط القوه والضعف، لان انت هتقابل الفريقين ورا بعض، بيراميدز ثم الزمالك، فنبدا نركز كويس قوي. كابتن عادل مصطفى يتدخل في حاجات كتير جدا، لان يستروب مش مركز خالص. فنبدا ان احنا نبص الفريق بتاعنا محتاج ايه الفتره الجايه دي، ندعم اللعيبه معنويا. طبعا الكابتن محمد الشناوي عمل عزومه عشاء للعيبه ولم الشمل، وطبعا اكيد اتكلم كقائد للفريق ان ازاي نقدر نحافظ والدوري لسه في الملعب، وان احنا نركز كويس جدا الفتره الجايه دي. احنا مع النادي الاهلي، مدعمين النادي الاهلي، وراك فريق النادي الاهلي. جمهور الاهلي كله بيقول لك الدوري مش صعب، بس ركز، ابدا اعمل اللي عليك، العب برجوله، موت على الكوره، وبعد كده كل حاجه بتاعت ربنا. اديت اللي عليك وربنا ما رادش ان احنا نكسب او ناخد الدوري، هنسقف للعيبه النادي الاهلي ونقول هارد لك، خلاص موسم منطوى ونبدا نجهز للموسم الجديد. لكن ما بعملش اللي عليا واطلع بكوارث فنيه واطلع بنتائج وحشه، طبعا ما حدش هيبقى حاسس بكده، ولا هنبقى فرحانين بكده، ولا مدعمين لكده. احنا وراكم، نركز، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن. واتمنى لكم بقى اشتراك في القناه ونعمل اللايك الجميل، وتابعونا حبايب خالو، ونشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله.